إشاعات في السوق حول قانون التجارة الإلكتروني. حسب ما وصلني حابب أوضح بعض النقاط. لا زال القانون يبدأ تطبيقه 24/1/2026. شو الإشاعات؟ شو اللي بصير بالسوق؟ بعض شركات البرمجيات أو الشباب ممكن بيستغلوا جهل الناس في الموضوع، فأنا هون حابب أوضح لكم شو اللي بصير. اليوم لا زال لا يوجد أي معلومات رسمية حول آلية التسجيل وكيفية التسجيل والمطلوب بشكل كامل. صحيح المطلوب أن يكون عندك دومين فلسطيني، وهذا يعني بالضرورة وجود موقع إلكتروني، ولكن لا يوجد مواصفات لا زالت لهذا الموقع وكيف ممكن ينعمل. حسب معلوماتي الموجودة من الوزارة هناك 3 خيارات لحتى الآن. إنك تعمل الخيار الأول موقع إلكتروني كامل متكامل موجود فيه سوق وسلة وسياسة الإرجاع والإبدال وكل هاي الأمور زي المواقع اللي بتشوفوها. ممكن تكون في موقع بسيط يحتوي على تحويلة صفحات السوشيال ميديا اللي أنت بتبيع عليها. والاحتمال الثالث اللي لسه قيد الدراسة إنه ممكن وزارة الاتصالات توفر منصة خاصة للتجار، خاصة للصغار أو لأي واحد يشترك في التجارة الإلكترونية حتى يوفروا عليه بخصوص البنية التحتية. وصلني إنه في بعض الشركات بيروجوا لمواقع إنترنت ب 2000 و3000 شيكل و1000 شيكل و500 شيكل وما بعرف إيش. أنا بدي أنبه الناس إنه لحتى الآن الإشي الوحيد اللي ممكن تعمله إنه فقط تشتري اسم النطاق الفلسطيني من بنينا أو المؤسسات اللي تحت بنينا أو مكاتب برمجة معتمدة. اسم النطاق هذا بكلفك من 35 ل $45. في أسماء مميزة مش مشكلة، هذا موضوع آخر، لكن هذا اللي بس تقدروا تعملوه اليوم. نصيحة مني ما تعملوا أي إشي أكتر حتى تتضح الأمور. إحنا عندنا بكرة في الخليل اجتماع مع وزارة الاقتصاد حتى نفهم أكتر، نطلع على التعليمات الإدارية الموجودة عندهم، نحط بنود ونحتاج على بعض الأمور. لذلك ما تعملوا أي إشي زيادة عن اللي حكينا عنه. فقط إذا بدكم تشتروا اشتروا اسم النطاق اللي هو الدومين الفلسطيني www. مثلا الزاهدي .ps. هذا أكتر إشي اعملوه لحد الآن حتى تتضح الأمور أكثر.